جبت لكم حصاله. طبعا يا جدعان الناس اللي ما تعرفش موضوع الحصاله ده ايه، احنا الفيديو اللي فات قلنا على كل متابع هيجي لنا في القناه بتاعتنا ويعمل لنا اشتراك هنحط جنيه، وبعد كده هنفتح الحصاله وبكل الفلوس اللي احنا هنجمعها لحد ما نوصل 10,000 اخ واخت هنجيب بيها هدايا، وهنختارهم عشوائي من اللي بيعمل لايك ويعمل كومنت ويعمل شير للفيديوهات بتاعتنا. فانا عايز اقول لك اللي احنا من اول امبارح لحد النهارده كنا 3411 بقينا 3435. تمام كده، يعني احنا عايزين نحط 24 جنيه. تمام كده، ادي الحصاله بتاعتنا، ادي 10، ادي 20، ادي 21، 22، 23، 24. لا ده بتاعنا. وزي ما قلت لكم يا جدعان احنا في تحدي 10,000 متابع. اول لما نوصل 10,000 اخ واخت هنفتح الحصاله دي، وزي ما نطلعوا وهنعد الفلوس كلنا مع بعض وهنجيب هدايا وهنختارها عشوائي، وممكن انت تكسب معانا. يعني انت يا صاحبي لو مش مشترك انزل اشترك دلوقتي معانا في القناه بتاعتنا عشان عيلتنا تكبر اكتر واكتر، عشان تحدي 10,000 متابع. وممكن تكون انت اللي هتكسب معانا من الهدايا اللي احنا هنجيبها، ومش شرط الهدايا تبقى حمام، احنا ممكن نجيب حاجات تانية كتير جدا. وقبل ما نبدا اصحابي ما تنساش بقى اللايك بتاعك الجميل، صلوا على النبي يا جدعان، ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. عيدكم قرب ها. مش هقول لكم كل سنه وانتم طيبين عشان انتوا ما بتجيبوليش لحمه، هاتولي لحمه هقول لكم كل سنه وانتم طيبين. ايوه اديني بقول لكم اهو، ولو ما جبتوش لحمه هقول لكم كل سنه وانتم طيبين برضه، عشان انتوا حبايبي اصلا والله العظيم. كل سنه وانتم طيبين يا جدعان، وعيد سعيد عليكم، وان شاء الله يبقى عيد خير على كل الناس. وطبعا يا جدعان زي ما انتوا عارفين انا كنت عايز اجيب دكر ستانيت، لان اقول لكم على حاجه. تعالوا نتفرج كده احنا ايه المستجدات بتاعتنا اللي حصلت عندنا. تعالوا معايا. بصوا يا جدعان القص الزاجل ده، الدكر ده يعني هما بيحضروا عيش. تمام كده، والنتايه دي بتحضر عيش اهي مع الدكر اللي انا اديته لها ده. تمام كده، ودول ويعني ايه انا قصيت لهم الريش والديل والكلام ده كله عشان الفرخ. تمام كده، هم الحمد لله خدوا بعض. والقص الاسترالي ده برضو تقريبا كده بيحضر عيش. تمام. ايه القص الستانيت لسه الحصوه تحت النتايه، هو ده الدكر ده اهو، لسه الحصوه ما فكتش. وبصوا بقى الحاجه الغريبه بقى، بصوا بقى يا جدعان الدكر ده والنتايه دي جابوا لنا ايه. بصوا انا هطلعه لكم بره. جابوا لنا ايه بقى؟ بنيدي. جابوا لنا بنيدي يا جدعان. بصوا الدكر زايف اصلا، الدكر زايف على النتايه. فيا جدعان اللي يعرف التوب ده هيبقى ايه انا مش عارف والله، يعني هو طالع بنيدي، مش عارف ازاي بنيدي، بس هو طالع بنيدي. طالع بنيدي ازاي معرفش. ماشي. القص ده انا شلت من عندهم الطاجن. بصوا بقى يا جدعان انا جيت اكلف القص ده، لقيت اول حصوايه دي واقعه في الارض هنا اهوت. ماشي، وما كانش عندهم طاجن، فانا حطيت لهم طاجن، والنتايه بالليل جابت الحصوه الثانيه. انا والله العظيم ما كنتش عامل حساب اصلا ان هم ايه هيحصوا. طبعا يا جدعان احنا الدكر ده مش ينفع نسيبه مع النتايه دي، هم طلعوا لنا حاجه يعني ما كانتش في دماغي اصلا. انا قلت ممكن يطلع للدكر فما طلعش للدكر، فاحنا بقى عملنا ايه، جبنا دكر ستانيت للنتايه دي. نقول بسم الله. جبنا دكر ابن السنه يا جدعان،
انا بس عايز اوريه لكم اهو. دكر ابن السنه والنقشه بتاعته. الدكر ده كان طاير يا جدعان، ماشي. الدكر ده كان طاير من حد حبيبنا يعني، جبناه منه. وادي الديل بتاعه كله مختم زي ما انتم شايفين. طبعا انا نزلت 3-4 مرات عشان اجيب دكر ستانات. طبعا اسعار يعني مش عايز اقول اسعار اوفر، تمام كده. فلحد ما لقيت حد حبيبي يعني، رحت وجبت الدكر ده منه. جبته يعني بسعر حلو، تمام كده. وبالنسبه للاسعار، في ناس بتزعل لما بقول اسعار، بيخشوا يقولوا لي انت كده بتبخس بثمن الحمام وانت مش عارف ايه واحنا ما بنعرفش نبيع. فانا مش هقول اسعار، تمام كده، عشان الناس اللي ما تزعلش. جبته ب 600 جنيه، ها، ب 600 بس يا جدعان. فعشان ما حدش يزعل مننا، فانا الدكر دوت اول ما الزغلول ده يقوم هديه النتايه دي على طول، تمام كده. بص بقى يا جدعان، انا القص القطاطي ده النتايه موسعه وقاعده في الطاجن بقالها بتاع 3 ايام. فانا مش عارف بصراحه، انا جسيتها ما لقيتش فيها حاجه. فمش عارف بقى هما بيحضروا عيش لسه ولا ايه. فهنشوف وادينا مع بعضينا يعني، مش هنروح في حته. اهو انت لسه ما عملتش لايك؟ انزل يا قلب اخوك اعمل لايك بقى. انا نفسي فيديو كده يجيب 1000 لايك والله. انا مش عارف انتوا بتعملوا معايا كده ليه. بمتعكم وبظبط لكم الدنيا بين هنا وهناك، وقسما بالله انا بتعب تعب كفايه بس المشوار بتاع هناك. بس كل ده علشان نعمل فيديو ممتع وانتوا تتمتعوا بيه من اوله لاخره، ما يكونش ممل زي فيديوهات ناس تانية كتير بتعمل المحتوى هو بيعيدوا بيزيدوا بيعيدوا بيزيدوا. انا مش عايز اعمل كده. فانزل اعمل لايك وبس كده يا جدعان. ده كان النهارده الفيديو بتاعنا، واقولها لكم تاني وتالت ورابع وعاشر، انتوا اخواتي وانا اقسم بالله بحبكم ايا كان، صغير كبير، مسيحي مسلم. واقولها لكم تاني يا جدعان، انا مفيش فرق عندنا بين المسيحي والمسلم. الموضوع ده بالنسبه لنا مش في دماغنا. اللي بيفكر في حاجه زي دي ده مريض نفسيا يعني. ده في حاجه في دماغه. انا واحد بعمل محتوى. ايه موضوع الدين؟ ايه اللي دخل موضوع الدين في المحتوى بتاع الحمام يعني؟ معلش، انت لو عايز مثلا موضوع دين، في قنوات كتير بتتكلم عن الدين، روح تابعها واستمع ليها. لكن انا واحد دلوقتي بعمل محتوى حمام، فانت دخلت موضوع ايه يعني؟ حشرت الدين في موضوع الحمام ازاي يا جدع؟ انت يعني استمتع بالفيديو يا عم زي باقي الناس، اكتب لي كومنت حلو. بس والله انا يعني ما علينا، انا ماليش دعوه بالناس دي. انا كده كده اصلا يعني الحمد لله انا عارف نفسي وعارف الناس اللي معايا وعارف بعامل الناس ازاي. انا بعامل الناس بمعاملتها يعني. لو واحد عاملني حلو انا لازم اعامله حلو، واحد عاملني وحش انا لازم اعامله وحش. ماليش دعوه بالديانه. ممكن واحد مسلم يعاملني حلو فانا لازم غصب عني اعامله حلو. ممكن واحد مسيحي يعاملني وحش فانا مش هعامله. الموضوع هنا بقى، هي الفكره هنا، انا بعامل الشخص بشخصه مش بدينه، تمام كده. وكل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. واهم حاجه ما تنسوش اللحمه. السلام عليكم.